هيجيبه. قومي يالا يا قومي يا بقول لك قومي يلا يلا يا حبيبي شب كده كرر راسك يا تشب كده كرر راسك يالا ايه شبك يا ايه ده بلاش غشامه. شبك ايدك دماغك توزك تعمل حركه غلط انا غشيم وهعورك. يلا يا حبيبي نط من الشباك يلا. ايه ده بلاش غشامه. يلا يلا نط من الشباك يلا نط من الشباك يلا ورا انزل يا حلو. خد اما اقول لك تعالى تعالى. حاسب بس حاسب. تعال تعال. اوعى يلا اوعى نزل حسن ابو خاطر من عربيتك افرتك لك دماغه. وسع شويه. ادخل. عامله ايه دلوقتي؟ انت كنت فين؟ يا دي كنت فين؟ كنت بجيب الواد اللي وزع عليك العيال يخطفوكي عشان نفهم الدنيا فيها ايه. انت متعور؟ لا ما تشغليش بالك، بسيطه. بس احسن. ده ربنا عشان تتعافى على واحده ست زيي. شايف ربنا عمل فيك ايه؟ انا بعمل كل ده عشانك. هو انت طيب ولا ايه؟ انت ايه حكايتك؟ ما بقتش فاهماك. لا انا مش طيب، انا بس ما بحبش حد يزعلك وما بطيقش يزعلك. هو انت بتخوفني منك ليه؟ ها؟ انا مش عايزه اخاف منك. وبعدين كل اللي انت بتعمله ده انا هديك تمنه في الاخر. تمام يا ست الكل، انا مش عاوز منك حاجه، ويمكن ده اللي مخليكي مقلقه مني، وعندك حق. محدش في الزمن ده بيعمل حاجه لوجه الله، لكن وعد الله انا ما عاوز منك فلوس ولا عاوز حاجه. وما تسالنيش بعمل كده ليه، عشان لما بقول بتتعصبي. بلاش احسن. انا عايزه اطلب منك حاجه. اموري.
فاكر امبارح قلت لك عايزه اشوف صاحبتي؟ بس ما كانش حصل اللي حصل. انا عايزه اعرف ايه اللي بيتقال، ايه اللي بيحصل، عايزه اطمن على اهلي. يا ست الكل انا ما بقتش فاهمك، يعني انت حابه اهلك ولا مش حباهم؟ لا انا بحبهم. انا بحبهم بس انا زعلانه منهم. لا انا مش زعلانه، انا مقهوره عشان هم سابوني اواجه كل ده لوحدي. عارف لما يبقى عندك اب وام واخوات بس انت حاسس ان انت مالكش كبير؟ اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. كلمي صاحبتك وانا هقوم بقى اشوف المصلحه اللي معايا دي عشان نفهم الدنيا فيها ايه. عن اذنك. منور يا ابو خاطر. هنا في الغسالة يا ابو علي. اللي بيدخل هنا لازم يطلع في عين نضيف. واعي للكلام؟ اللي انت بتعمله ده غلط، اكبر غلط كمان. احنا مش عصابه خديوي، احنا عيله، وعيله كبيره، يعني عزوه قبيله يعني. وانت مش قدنا. سيبك من الشويتين دول عشان على الحرام من ديني، ولا هتاكل ولا هتشرب معايا. متخليش الكلام ياخدك في حته ما ترجعش منها. هو سؤال وهتجاوبني عليه. انا عارف انك على الله مالكش في السكه. مين شيطانك اللي ضحك عليك وسوحك علينا وخلاك تعمل النوش ده؟ مش هتكلم معاك في حاجه. ماشي يا ابو علي. اقرا عيني وقول لي الحقيقه، ورحمه النبي هاخد روحك وحزن امك عليك. رجالتي فين يا خديوي؟ رجالتك بتروق عليهم، ما تشغلش بالك. قول لي مين اللي بعتك يالا؟ وانا عارف ان هو مش عبد تيمور. اللي يجيلك بالغصب خده بالرضا. مين الوسيط؟ رفعت الدهبي. مفاتن ايه في ايه؟ بقول لك ايه، تعالي سليني، انا خلاص هطق، مش طايقه نفسي. ارقص لك يعني ولا اعمل ايه بالظبط؟ ارقصي اعملي اي حاجه. الله، ما هو انت لازم تزهقي وتطقي، انت قاعده في وكر. حد قال لك انك طالعه رحله لسانت كاترين؟ لا بقول لك ايه، ما هي دي مش عيشه. خلاص انا مش قاعده في سجن. ما هو انت اللي بتتشاقي وسحله رجاله بشنبات قد كده ورا منك. لو كنت قعدتي في بيتك كده كنتي زي كافيه خيرك شرك ما كانش ده حصل لك. هو الخديوي فين؟ عنده اجتماع مع العصابه. عصابه؟ وبتقوليها كده في وشي؟ الله، ما هم عصابه، امال هم ايه؟ خاطفين الفريق القومي جوه ومخبيين مزه زيك من جوزها ومسيبين اسود يخوفوا بيهم مخاليق ربنا. ما هو مش لازم يعني تحسسيني ان انا قاعده مع عصابه. قولي مثلا الخديوي قاعد مع زمايله، مع اصحابه، مع الفريق بتاعه. تفاصيل فارغه. خلاص، الخديوي قاعد مع زملاته من اعضاء فريق البلاهي المائي بيخططوا للماتش الجاي. حلو كده؟ حلو. انا بقى رايحه. خدي هنا. هو مش قالك يجي عليك الليل تكني في اوضتك بالقرن اللي في اوضتك؟ زهقانه هموت. يا بنت الحلال سيبيهم، ده قاعد بيخطط لسطو مسلح، ما تشتتيهمش. هو انا بقيت بيبي سيتر ولا ايه؟ الناس دي عايزه تامين عالي، بضاعه اللي معاهم بملايين.
انسوا بقى شغل الاخضر والجو الراقش ده، ما يجيش حاجه جنبه. الناس دي غير. الراجل ده لما كلمنا انا انبسطت، لانه زمان كان شغال برجالته، لكن دلوقتي ايه في ايه؟ انتوا بتعملوا خطة؟ خطة ايه؟ يعني تسرقوا حد، هتثبتوا حد، اعمل معاكم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ انا زهقانة وهموت وهطق. قعدوني معاكم، احنا بنفهم برضه. واحنا مش اتفقنا نلزم اوضتنا وما نتحركش منها خصوصا بالليل؟ انا مش هلزم حاجة، انا خلاص عايزة حد يسليني. بأمانة يا خدوي ما قصرت، رغي ورغيت، حكي وحكيت، أموات ورصيت، ده أنا حتى والعياذ بالله ضحكت. نقعد قعدة سمر. نلحق تقول لك قعدة سمر. فاكرة نفسها في معسكر كشاف. افتح التلفزيون. بايظ. هصلحهولك. مش عايزة. امال انت عاوزه ايه يا ست؟ ايه ده؟ عايزة اكل. جيب العصابة بتاعتك دي كلها وناكل بره، نقعد كده نفك على نفسنا شوية، لكن اقسم بالله هفتح القفص بتاع الاسد ده وهموت نفسي. بعد اذنك يا ست الكل. ها؟ وماله يا غداوي؟ فعلا ما تيجي نفك عن ارواحنا شويه، احنا ما احناش في معتقل يا رجاله. ايوه والله. فكها شوية يا اخي. إيه يا رجالة؟ مش أخويا بيتكلم ولا إيه؟ لا مؤاخذة يا خدوي. مية مية يا مينا. دايما عامر يا ست غزل يا مغزيانه. بالهنا والشفا. دور الشاي ده بقى عندنا من ميزه بس كذا ميزه. بقول لكم يا جماعة، ما تيجي نلعب لعبة الإزازة. لعبة الإزازة دي اللي هي بتلف كده وكل واحد يسأل التاني أسئلة محرجة. طيب ممكن نلعب السيستم اللي هي زي عروستي يعني. في طيب في بقى لعبة بقى دي على الكيف، دي حتتكوا بقى، مافيا دم وقتل ومخدرات وكده، ولا ايه يا مافيا مصر؟ طيب ممكن نشغل مزيكا؟ مزيكا، لو مهرجانات انا معاك. خلاص كلنا وشربنا وهزرنا وهضمنا ورقصنا، يلا مين الم الليله دي؟ يلا يلا يابا انت وقفتك بيتك، يلا يلا شوح انت وهو. يلا يا رجاله. يلا يا عم يلا. الجليطه وقله الذوق دي. يا اختي احمدي ربنا، ده انت رقصتي مسجلين خطر، جرايم نفسي ياما، ده انت جباره. انت ست قليله الادب. انا ست قليله الادب اني طوعتك.
نفسه. ده ايه النور ده؟ طب والنعمة اللي جاية أعلى؟ دي خطوة عزيزة. حسيت ان بالك مشغول بيا، قلت ما بديهاش اجيلك عشان اريحك. لا انت دايما على البال. تعال. والله زمان، بس يعني مين قال لك ان انا تعبان؟ الفكر الكتير بيتعب صاحبه وبيجننه. اللي بيقعد يفكر ويخطط ويحرق بنزين في الفاضي بيتعب. رفعت ذهبي، شن من دماغك، لانك لو ما عملتش كده انا هحطك في دماغي. ولا بقى غيرك، انت عارفني، انا لا بتاع خطط ولا بتاع لف ودوران ولا بتاع الكلام من ده. انا راجل بفعل وبمشي ورا قلبي، وانا قلبي ميت، لا بيسمي على حد ولا بيصعب عليه حد. ها، وايه كمان اسيب؟ لا سلامتك، انا بس قلت ازمر لك زماره صغيره كده في ودنك، يا تسمعها يا ما تسمعهاش، عشان يبقى عداني العيب وعملت اللي عليا ومشيت بالاصول. يا جدع انت كلفتني في الكلام ونسيتني الواجب. تشرب صحيح؟ لا ما خدش من ايدك لا اكل ولا شرب. ان كنت انت ما صنتش العيش والملح زمان ايام ما كنا اصحاب وكتف في كتف، هتصونه دلوقتي؟ سيف احنا لوحدينا والكدب على الميتين، وانا حي وصاحي وفاكر وعمري ما هنسى. وان كنت ناسي يا صاحبي افكرك. تفكرني بيها يا رفعت ان انت في يوم رحت قلت لكبرنا ان سيف بيلم الرجاله عشان يغدر عليك ويركب مكانك، وانت كنت عارف ان ده معناه رقبتي. وده مش حقيقي؟ لا ما حصلش. انا كنت بلم الرجاله عشان احافظ عليه واحميه في وقت كانت الدنيا كلها قايمه عليه وعايزه تغدر عليه. ولا مش فاكر؟ الله اعلم بالنوايا. ودي كانت نيتي وانت برضو عارف. عشان توري بنت وقدريه انك حامي حمى العيله وكده. شغل على تقيل. اسمها ام فارس، وتاني مره ما تنطقش اسمها على لسانك. وان نطقته عليا الحرام من ديني هتكون اخر كلمه قلتها في حياتك. نلعب على المكشوف بقى يا غدوي، وكل واحد فينا شايل ومعبي ومش هيفضي. وانا بقول لك الدنيا ما بقتش تسعنا احنا الاتنين. طول ما احنا فيها هنفضل متضايقين ومخنوقين، ومالكش عندي غير واجب الضيافه اللي حرمت عليه. غير كده خلي بالك على نفسك يا صاحبي. خلي بالي من روحي يا رفعت. ايه يا جدع انت في ايه؟ ما تعقل. انت شيطان ضحك عليك ولا ايه؟ الروس مش متساويه. اللي انت ماشيه بوشك انا راجعه بظهري. وهي كلمه هقولها لك خليك فاكرها كويس. مجيتي ليك يا كانت تحييك يا تعجل بالنصيب. محدش فينا يا غدوي يعرف مين هيقف ياخد عزا مين. في دي عندك حق. اتقي شر الساكت لو اتكلم. على الله حكايتنا. لسه بتضرب الواد عوض؟ كبرت منه خلاص، وقت ما عاوز اضربه هضربه. جبت منين الكلمة دي؟ ده ناكل الخداوي. ماشي يا بطل. تعرف انا بحبك؟ اكتر حد في الدنيا دي. انت يا قلبي. ايه يا حبيبتي؟ انا جالي الخبر في واحده شغله الخديوي. هستناكي على الساعه 4 بعد العصر، اكون جبتلك اسمها واحكي لك على كل حاجه بالتفصيل. مستنياكي وما تنسيش الحلاوه. انت متاكده ان في ست؟ عيب عليكي، وانا امتى يا حبيبتي قلت لك على حاجه وطلعت غلط؟ هستناكي. سلام. سلام يا عسل يا كيداهم انتي.
هو انت لسه مزعلك؟ ولا احنا مش بنشوفك كتير ليه؟ هو انت بتروح فين؟ انت بتعمل الحركه دي؟ انا قلت 100 مرة انها تربية الخداوي، انا زهقت. معلش يا فارس، شكله مش فاضي وشايف له شوفة اليومين دول. خد اختك اخش جوه. يلا يلا حبيبتي. تعالي تعالي. نعم. انت قلتي ايه؟ المكنه نعمت؟ انت تعرف ايه عني؟ بتسأل عليا؟ عارف انا ناقصني ايه؟ حاسه بايه؟ مبسوطه مهمومه. تعرف ايه عني وعن بيتك؟ اعرف ان حسك عالي واترفع عليا، واعرف انك كل يوم بتزقيني ناحيه حاجه انا مش عاوز اعملها، مش عشانك، عشان العيلين. واعرف انك رحت لزغروطه رغم اني محذرك وحالف عليكي. واعرف كمان انك لو ما لميتيش نفسك يا قدريه قسما بالله ده هتعد ايامك في البيت ده على صوابع ايدك وصوابع ايدك الواحده. ابو فارس، انا ابويا جاي دلوقتي وعايز يقعد معاك. ابوك على راسي ينور، لكن انت حسابك يا قدريه بيتقل كل يوم. احذريني. انا ادخل جوه لما يجي بلغيني. منور يا كبير، ليك وحشه والله. ما تشوفش وحش يا خديوي. معلش اعذرني، هعطل لك مصالحك في وسط النهار. لا ما تقولش كده يا كبير، ده انا راح مكتفي من خيرك. كلنا هنا في خدمتك. تسلم، ده عشمي فيك يا ابن الاصول. اسره انا مش هطول عليك، بنتي ليها شكوى واتكلمت معايا فيها. عندك علم بشكوتها؟ ده عندي علم بغلطتها. الغلطه اللي هي بتكررها كانها سلسال ملوش نهايه ولا عقده. عشان كده اي لك يا لكته عني، فهو كان رد فعل مش فعل. قول لي غلطت في ايه وانا ادبها بمعرفتي يا خديوي. لا انا جماعتي تتأدب بمعرفتي يا حاج، ما تتعبش انت حالك. بس انا ممكن اقول لك بنتك بتعمل ايه عشان تبقى راسي ومعايا على ميه واحده. صلي على حضره جمال المصطفى عليه الصلاه والسلام. الحق ملوش غير باب واحد، صح؟ صح. وانت راجل مش هتظلم. بنتك يا كبير لو واحده بصت لها في الشارع بصه تروح تحدق لها وتبخر لها وتعمل لها عمل. لو شافت واحده حلوه في الشارع وتغير منها، مش تقلدها بقى زي باقي النسوان، لا تروح تعمل لها عمل برضك. لو جوزها اتغير عليها شويه، اي ست بتعمل ايه؟ تقعد تتكلم معاه، لا تروح تعمل لي عمل. طب ده ينفع؟ ده صح؟ هو انا متجوز ست ولا متجوز دجاله؟ انت عرفت الكلام ده كله ازاي يا خديوي؟ لا ما انا تربيتك يا كبير، لازم كل حاجه بقى عندي علم بيها. وفي حاجات تانية ما ينفعش اتكلم فيها دلوقتي عشان مش وقتها. هحكي لك على اخر لقطه لسه حاصله النهارده. قاعد مع الواد فارس بقالي كتير ما شفتوش، لقيتها متداخله وانا بتكلم مع الواد وما يتقال له يا ابوك شايف لك شوفه تانية. طب ده ينفع؟ يعني ينفع يتقال لي الكلمه دي قدام العيل الصغير؟ عقلها عشان انا على اخري. ماشي، بس بمناسبة الشوفة بقى بدي أسألك سؤال يا خديوي. في مرة تانية؟ مرة تانية ازاي يا حاج؟ هو صح تسألني سؤال زي ده؟ يصح أخاف على مصلحة بنتي. أنا مربيك يا خديوي. عمنا بنتك في الحفظ والصون، وانا ماشي معاها بما يرضي الله وبالاصول. بنتك ما بيأذيهاش غير نفسها وما بيسوحهاش غير شيطانها. وصلت؟ نورت يا كبير. اقعد اتغدى معانا. كلموا امينه دلوقتي اقول له ان انا عايزاه. حاضر هكلمه، بس هو في اجتماع دلوقتي. يعني اجتماع مجلس الوزراء يعني؟ يا سيدي كلمه بقول لك عايزاه. انت بتصرخي ليه؟ ما قلنا حاضر. لحظه واحده، في ايه؟ الله.
هو بيمشي من قدامي ليه؟ ما هو هيرجع عادي. انا بس عايزاكي تهدي كده وتبعبعي. قولي لي حصل ايه؟ لا، ما انا مش هحكي القصه من اولها. انا دلوقتي عايزه الخديوي عشان يقول لي هعمل ايه. ايوه يا غديوي، خلصت قعده مع الكبير؟ مفيش كبير غيري يا مينا. عم شعبان مشي. ما تاخذنيش يا كبير، اصل في حوار. ايه في ايه؟ من ساعه ما مشيت صاحبه غزل وهي عماله تقول انا عايزه الخديوي، هتقول الخديوي فين الخديوي؟ هتقولي الخديوي؟ حد زعلها ولا ضايقها؟ صدقني ما اعرفش، يا صاحبتها مشيت من هنا وهي متزمزره وعايزاك ضروري. ماشي. ولا مسافه السكه والخديوي يبقى عندك. ولا الخديوي بيقول لك ما تخافيش من اي حاجه. سلام. سلام يا غديوي. ده كل اللي حصل. كده انت ما بتفكريش تروحي لحد عنده؟ امال اسيب اهلي يترموا في الشارع؟ ما تقلقيش عليهم. انا هبعت رجالتي يحموهم ومحدش يقدر يخرجهم. يا خديوي بقول لك هم قاعدين في ملكه، يعني العماره دي كلها بتاعته. هو انت ما بتفهمش؟ بيقول لك مرات الخديوي ام فارس، ما تخلص. ايوه حاضر لحظه واحده. ايوه يا حمزه. امشي انت يا ابني. عندي ست على البوابه بتقول ام فارس جماعه الخديوي. يعني انت عاوزاني اسيبك تروحي لحد عنده برجلك؟ انت بتتكلمي ازاي؟ لوحدها ولا معاها حد؟ لوحدها. دخلها. اتفضلي يا ست الكل. يا الف نهار ابيض. طب انت عندك حل تاني؟ عندي. انا هروح اتكلم مع راجل واخليه يطلقك. يا سلام، فيطلقني؟ بقول لك ايه، انا ما عنديش وقت، انا لازم ارجع دلوقتي. بس انا مش عاوزك تمشي. انا ما عنديش حل تاني. طب انا اضمن منين ان هو مش هيأذيكي؟ اكيد الموضوع ده ملوش ضمان، بس انا بفكر ان انا اخد معايا مفاتن. مفاتن ايه؟ مفاتن هتعمل لك ايه؟ مفاتن مش هتقدر تعملك ايه؟ يعني عشان ما احسش ان انا لوحدي، وحد كده يحسسني بالامان، يعني حاجه من تبعك. الكلام ده مش ماشي معايا. انا هروح وابقى افكر في اللي انا هعمله. خديوي، انا لازم امشي قبل الساعه 12. غزال انا مش هوديك ليه. هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ غزال انا يا صلاة النبي احسن. ودي مين الحلوه المسبسبه دي يا خديوي؟ دي غزل؟ عاوزة يا خديوي خلي بالك يطلع السطوح ومحدش يتعامل ولا يشترك لحد ما اقول لك. في ايه؟ يلا مينا، لو انت رب السطوح اطلع بسرعه على السطوح، استنى اقوم الخديوي. يلا في ايه يا خديوي؟ خش كابتن. يلا هروح فين؟ خش جوه. فين خديوي؟ منورة في التدرية. خش يلا. ما اسمعش صوت. لا على فكرة مش وقته خالص الكلام ده. يا خديوي يا خديوي انا جيت لك اهو. يا خديوي يا خديوي اطلع ما تقدرش مني. لو راجل اطلع لي. ولد والرجاله فين يا خديوي؟ اطلع يا خديوي. ولدي فين يا خديوي؟ اطلع. ولدي والرجاله فين يا خديوي؟ اطلع لي اطلع لي يا خديوي. الحزب غدر يا كبير. تيجي ازاي ولا واحد فيهم ظهر؟ انت يا خديوي. ارمي سلاحك يا عباس. البس مكانك هنا.
اثبت ايه؟ اللي هتعمل ده هتدفع ثمنه غالي. أعد لحد عددين في سر يا عباس، عليا الحرام من ديني ورحمة النبي هفرقع دماغك. نازلوا السلاح. انت نازلوا السلاح. انت لا. غديوي، رجاله عباس ابو خاطر متربطين جوه في الغساله، وعباس نفسه جوه في المكتب مع حمزه ومينا. اسحبه لك على الغساله ناخده فمين؟ ده خليه، انا هروح له. تمام. وانت يا بنت جايه تقفشيه وانت لابسه الاحمر؟ الاحمر ده اللي ما تعرفيش ريحته. لا انا بقى هشممهولك. اوعي ايدك. ايه؟ بس انتوا جننتوا؟ اسمع، انت مالكش زي عليا. مش عايز اسمع صوت. مفاتن خديها على الاوضه. يلا فيك هيغمى عليا من صوته ده، يكفيكي شره ده. سيبيهم يكشي يخلصوا على بعض. قول لي بقى يا سيدي الرجاله ايه اللي بيحصل هنا، عشان انا من حق افهم. اكتمي بدل ما عليا الحرام من دينا اتفلت تحت رجلي. وحسابك معايا بعدين. رزق ايه؟ ايه؟ رجاله حسن ابو خاطر جم المنطقه وعملوا نمره كبيره قوي. هي كانت مدوره عليا عليك. ده لاجل الحظ بس ان محمود الرحاوي جه والحكومه واقفه معاهم دلوقتي. حد مسك؟ لا محدش شافني. طب اطلع البيت وخليك فيه وطمني على العيال وما تتحركش من عندك من غير علمي. حاضر. يلا سلام. ما كانش لها لازمه الدخله ديت. طب وغلاوتك عندي، انا كنت كفيل افوت فيكم، بس انا ما عنديش امر موت حد. الخدوع قلب ابيض، لكن انا لو عليا كان زماني شحنتكم على الاخره. عايزين تبقوا خاطفين ولدي واقعد ساكت؟ الله، ما ابنك اللي قال عقله وبعت رجالته يعملوا لنا لوش هنا. احنا ناس قاعدين في مزرعه، خضره، هوا، يعني ناس فنانين مبدعين، بنيجي نحلم نتامل. ليه تروشونا في شغل العيال ده؟ يا عباس عباس حافك ده يا غداوي. انت من دور عيالي عيب. يا جدع انت بطل خيابه بقى. ما هو لو الكبير لو كان احترم هيبته ما كانش الصغير بعترها. ولدي ورجالتي مخطوفين عندك، محدش يقدر يلوم عليا. اسمع، الغلط ابتدى من عندكم لما ابنك حلاوه وفكر يخش جوه مزرعه الخديوي ويمد دراعه، يعني حط ايده في قلب جهنم، وانت غلطت نفس الغلطه. واديك شفت النتيجه، رجالتك كلهم متسلسلين جنب اخواتهم تحت، مع انك انت لو كنت تقلت على حالك كنت لقحتهم لك كلهم تحت البيت، لكن تيجي تعمل نمره هنا وتعمل نمره عند البيت يبقى شيطانك ضحك عليك، وشيطانك اللي وزك علينا سواحك. اديني ولدي ورجالتي ويا دار ما دخلك شر. الشر عليك انت وناسك. اعقل اعرف انت بتلعب مع مين. انا هجيب لك النهايه، تتأدب انت ورجالتك وابنك ب 200 باكو، وده اخر كلام عندي، والمره الجايه مش هسمي على حد، وده هديه مقبوله. اقسم بالله انت قلبك كبير. نطاس بقى. ناوي على ايه؟ والله حلو قوي المونتاج اللي انت عامله ده. ناوي على ايه؟ بالنسبه بقى للحرب اللي كانت بره والست المتوحشه اللي هي مراتك، مفيش اي تعليق؟ على فكره انا اتبهدلت جامد قوي. بالنسبه للحرب فهي خلصت، اما بقى بالنسبه لام فارس. هو في كمان فارس؟ وسندس. ربنا يخلي. مالهم بقى؟ قصدي يعني مال ام فارس وسندس؟ هي كانت جايه فاهمه الدنيا غلط، حد كان معبي دماغها بكلمتين في الفاضي، لكن هتتحاسب وحسابها هيبقى عسير، وعلى الله حكايتها. لا 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 لا، انت فاهم الموضوع كله غلط على فكره. انا الكلام ده كله ما يفرقش معايا، انا اصلا ثانيه. الو. ايه نادين؟
ايوه يا غزل، انا عند جوزك، انا عند عابد. طمنيني عليك انتي، بس انتي كويسه؟ اه كويسه. انتي مال صوتك؟ اصل انكل عبده كان تعبان شويه وجات له ازمه. في ايه؟ عماد كلمنا وقال لنا، بس هو بقى كويس الحمد لله. تستهبلي؟ يعني في حاجه خطيره؟ هو كان تعبان عشان كان خايف لا يطرد من البيت، بس هو اتحسن شويه يعني. بس انتي لازم ترجعي البيت لعابد. نادين اوعي تكوني بتضحكي عليا، ابويا كويس؟ اه يا حبيبتي، هو كويس، هو ما بقاش في خطر، بس يعني لو ما ظهرتيش ما نضمنش يعني ايه اللي ممكن يحصل. طب انا هاجي، بس انا مش هاجي لوحدي، انا هاجي معايا واحده صاحبتي وهتعيش معايا، ده شرطي الوحيد. انتي بتتكلمي عن مين؟ مفاتن؟ اه موافق، هو موافق. طيب بقول لك ايه، استنيني عندك ما تمشيش، سامعه؟ باي. اجي معاكي فين انا؟ مفاتن هو انت مش كنتي موافقه؟ ايوه يعني، بس افرضي الراجل ده عمل فيا حاجه، هتحميني انت؟ يعني مفاتن هتتخلي عني؟ بس انا مش معاك ان انت تروحي. لا انت مالكش دعوه بيا خالص باللي انا بعمله، روح شوف مراتك ازاي هتصالحها. لو سمحت انا عايزه منك بس عربيه توصلني انا ومفاتن. جايه معاكي كده انا بقى خلاص قررت انت يعني؟ ياما بكلمك، جايه معاكي عافيه انا بقى سحبه معزه انت، ها؟ انا جاهز. العربيه جاهزه؟ انا اللي هوديكي. وانت توديني ليه؟ مع اي حد يوديني. من فضلك انا اللي هوديكي. فكرت كويس؟ كنت اعرف فتوى من فتوات زمان، كنت دايما اديله ودني ودماغي اكتر من اي حد. قبل ما ربنا يفتكره وعرف ان انا رايح اتجوز بعت لي، لقيته بيزعق لي جامد. قال لي يا ده وقت تكون عاشق، اول ما تعشق اول ما هتخيب، قلبك لازم يبقى تحت رجليك اول ما قلبك يسوقك، اول ما هتخيب وهبتك هتروح وسط الشنبات. عشق الراجل للست يضعف ويعجز الراجل حتى لو كان قوي، وانا مشيت على كلامه.
انا مش هسيبك هنا كتير. لو عاوز ترجع معايا دلوقتي ممكن ارجعك. يا غرع اللي انت بتعمله ده. عشقتها يا مينا، عشقتها. طب يلا بينا من هنا عشان ما نأذيهاش، وقفتنا هنا هتأذيها. يلا بينا يا صاحبي. مالك يا مالك واقف كده ليه؟ يا ايه حدوته رفعت الدهبي؟ حدوتة ايه؟ ام فارس، انت عارفه كويس حدوته ايه؟ انا شفتك وانت واقفه معاه. لا بقول لك ايه، انت تمسكي نفسك كده وتردي عليا. ما تردي يا ام فارس، في ايه؟ مالك؟ انت عارف كويس قوي ان انا بعتبرك اخويا الصغير من زمان، وعارف كويس انا متربيه ازاي وبنت اصول، وعمر العيبه ما تطلع مني. انا عندي مصيبه كبيره قوي، وقبل ما تقول اي حاجه انت لازم تفهم ان رفعت الدهبي حاطط الخديوي في دماغه وعايز يأذيه. لا صحيح، صدق ابو فارس انا اول مره اسمع الموضوع ده. متريقش عليا يا مين، انت مش فاهم حاجه. ما انا فعلا مش فاهم، بس الاكيد اللي الخديوي هيفهم. استنى يا مالك، استنى. رفعت الدهبي ماله رفعت الدهبي؟ انا هفهمك. رفعت الدهبي هو اللي قال لي على مكان المزرعه، هو اللي قال لي ان انت بتعرف واحده تانية عليا. يعني انت ليكي كلام مع رفعت الدهبي من ورا ظهري؟ لا ما بكلموش. لا معلش يا ابو فارس، ليكي كلام معاه. افهم يا خديوي، وحياة النبي وحياة النبي تفهم. انا كنت بكلمك منه بيجي يقول لي معلومات عنك، هو اللي قال لي ان انت بتعرف واحده تانية عليا. هو ما بيقوليش كده حبا فيا، هو بيقول لي عشان عايز يأذيك. وانا ست يا خديوي، وخايفه لحد ياخدك مني. والله العظيم حذرته اكتر من مره، قلت له الخديوي مش هيسمي عليك. اكتر من مره؟ ده الكلام رايح جاي بقى. لا يعني انت بتستغفليني وبتكلمي رفعت الدهبي من ورايا، من ورا ظهر الخديوي؟ ابوس ايدك، لا ابوس ايدك يا خديوي، ابوس ايدك، لا. ابوس رجلك يا خديوي، ابوس ايدك ورجلك وحياة ولادك ما تظلمني. والله العظيم ما عملت حاجه. رفعت الدهبي ده جسمتك في رقبته. اكراما لابوكي، بس انا مش هحطك تحت رجليا. قول له يا مالك وحياة عيالك ما تظلمنيش، انا ما عملتش حاجه والله العظيم. اياك والمره لما تطول عشرتها. من النهارده تبقى حرام عليا. يا خديوي، لا تطالب. لا يا خديوي، لا ما تظلمنيش والله العظيم، ما عملتش حاجه والله. عايز تسمع ايه بعد اللي قلته يا معلم شعبان؟ محدش يقدر يغلطك في كل اللي انت قلته يا خديوي، بس بلاش حوار الطلاق ده. انت عندك عيال وعيال صغيره كمان. العيال هيفضلوا في بيتهم وهي معاهم، هي كده حاضنه، والعيال مسؤولين مني لحد اخر يوم في عمري. انا ما تفوتنيش الاصول. خليها ترجع البيت تقعد مع العيال، وانا ابقى اقعد في الشقه اللي قصادهم.
لا خلوهم عندي ليله ولا اتنين. مفيش مشكله. لا مؤاخذه يعني انت ما سعرتش كلامي يا خديوي. ما انا رسيتك على الحوار اللي دار بينها وبين الواد رفعت الذهبي. بنت هابله وطيبه وعلى نياتها، والواد قال لها بقين حمضانين خلاها تشك فيك. وبعدين ما هي جت هنا ولقت حرمه غريبه يا خديوي. يعني كلام ابن الذهبي طلع صح. يا خساره يا معلم، بقى الكلام الخايب ده يطلع من شعبان الكبير. يعني انت راضي ان بنتك تقف تلوك وترد مع راجل غير راجلها؟ راضي؟ انا لساني عطل مش عارف اقول لك ايه. انت كنت كبير في نظري يا معلم، لكن بعد الكلمتين الخايبين دول انا ما بقتش شايفك من كتر ما انت صغرت في عينيا. انا ورايا مصالح، مفيش بيني وبينكم غير العيلين فارس وسندس، وشكرا على كده. الراجل كبر وخاب أمينة. برضه هتطلق؟ عندك حل تاني؟ والله ما عارف اقول لك يا صاحبي، اللي انت شايفه صح اعمله. بس الحوار ما خلصش على كده. الحوار ابتدى. عارفك واريك يا صاحبي، رفعت. مظبوط. بس خد بالك الواد ده مش تمام. اغصب بجد على الرجوله. الرجوله غاليه، ما تستناش من رخيص. سيبك بقى من الكلام ده، عايز اكلمك في الشغل. من شويه كده جات لي مكالمه من عدلي السبيعي، فاكره؟ طبعا بتاع البودره ده اشهر من نار على العالم. ده السباعي ده لوحده دوله. في بضاعه انا هجيبها من فيلا على الصحراوي، وبكره هنروح بيها بني سويف. من هناك حد هيستلمها مننا ويكمل هو. قد ايه بقى؟ 50 كيلو وعرقنا مليون جنيه. ايوه كده بقى يا خديوي، وعايزين نركب على السكه. ده انا نسيت الشغل يا اخي من ساعه ما قلبتلي شبه رشدي اباظه. كله باوانه. بس احنا ما ركبناش على شغل زملاء ولا ايه؟ ما ركبناش على شغل حد. اللي كانوا ماسكين العمليه الحكومه قطراهم وعينها عليهم. بس اعمل حسابك، محمود الرحاوي مركز مع منطقتك وزرع مرشدين، وموقف كمان ليل ونهار. يعني من الاخر عينه عليك. انا عشان كده مش عايز محمود الرحاوي يركز معانا الليله دي. عاوزين نشغله باي حوار، وكده كده البضاعه انا هجيبها هنا. وانت ليك عليه اطلع على الموقف، اعمل لك هناك حته عركه لا اول من اخر، اسحب لك الاسم كله على هناك. حلو. وما انا بقى اعمل كام تليفون. امين امين يا جان مصر. فين امي الولاعه دي؟ ايوه. الو، عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله. لسه ما قتلنيش. بعد الشر عنك. انا مش ساكت، وزي ما وعدتك قريب قوي اخليه هو اللي عايز يطلقك. بس احنا على اتفاقنا. بلاش تستفزي يا غزل. انت اول مره تنطق اسمي. نطقته حلو. حلو قوي قوي. بس انت راجل متجوز على فكره، هو انت بتكلمني كده ليه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ لا هو انت متجوز فعلا، هو انت عمال تتكلم بحنيه كده ايه الطريقه دي؟ روح شوف مراتك المتوحشه دي، يلا. يا ست اهدي اهدى بقى، قطر جيلك. انا رميت عليها اليمين امبارح ووريتها توصل لها. يعني هي دلوقتي مش على ذمتي. خلينا في موضوعنا، بلاش تستفزيه. انت طلقتها؟ ايوه فعلا. ايوه بس انا ماليش دعوه بالموضوع ده، صح ولا غلط؟ لا الموضوع بره عنك. غزل اياكي تستفزيه. بس انا استفزيته. عملتي ايه؟ بص هو انا مش هينفع احكي لك بالظبط، بس هو انا استفزيته خلاص وهو استفزني. بس اهم حاجه يعني انا عايزاك تخلي بالك عن نفسك.
عشان هو بيقول ان هو هيقتلك. ما تخافش عليا يا وحش الكون، ما تخافش، على الله حكايتنا. سلام. يا مينا، نص ساعة وابقى عندك. الدنيا حلوه وجميله ورومانسي اهو. ماشي، يلا سلام. ايوه يا ابني، اخبار عركه الموقف ايه؟ والرحاوي جه؟ ما جاش؟ ولا نقيب حسام؟ غريبه يعني. طب بقول لك ايه، اعرف لي الرحاوي راح الاسم ولا لا، واديني التمام. سلام. ايه مالك، في ايه؟ بقول لك يا ايهاب، فتح عينيك والرجاله اللي معاك تفتح عينيها، يا الخليوي جاي ومعاه الحاجه. بس المشكله الرحاوي محدش عارف هو فين. انا الفار بدا يلعب في عبي. يخرب بيت ام الفار اللي عمال يلعب في عبك ده يا جدع. هو انت على طول كده؟ وبعدين الرحاوي هيعرف منين اصلا؟ بقول لك ايه يا ايهاب، هو الرحاوي ده مش مصمم ازياء، ده رئيس مباحث يا حبيبي. فتح عينيك واسمع اللي بقول لك عليه. تمام. كل الرجاله تاخد اماكنها وتفتح عينيها كويس. يا حبيبي، انا خلاص داخل على المزرعه. بضاعه معايا. الدنيا تمام؟ ادخل حط الحاجه في الغساله على طول. ماشي يلا. اول ما ندخل على المزرعه اخش على الغساله على طول. شكلها كده في مشكله. محمود بيه الرحاوي بنفسه، ده الحكومه كلها كمان عندنا. مش تقول يا باشا انك جاي كنا ذبحنا وعملنا حسابنا؟ ما صحش كده. خير يا باشا، واضح ان في معلومه في شنك وصلت لسعادتك. ندخل نشوف اذا كانت في شنك ولا لا. انا معايا اذن نيابه بالتفتيش. باشا من غير اذن نيابه، مفيش بينا الكلام ده. سيادتك والنيابه والحكومه كلها على راسنا. انا راجل احترم الدوله واحترم القانون. مزرعه اخوك يا باشا تحت رجلك، اعمل ما بدالك، هات عليها وطيها. خش يا باشا. افتح يا ابني سكه للباشا. وسع يا عم.
حلو عربيه الخديوي. لو ناشفه. عربيتك يا باشا. بس دي تلاقيها غاليه قوي. ما تغلاش عليك يا فتحي بيه. هي ما تغلاش، مستحرم عليا. طب العشاء يا باشا، ده العجول بتتذبح. معقولة هتيجي كده وتمشي كده؟ ما يصحش. براءة أنا كده. كان لازمتها إيه يا باشا بقى؟ كلاب بتشمشم ورجالة بتفتش. يا باشا سيف الخديوي على الأبيض. أنا راجل في السليم وهفضل في السليم. بقول لك يا محمود بيه، إيه رأيك نبقى أنا وأنت أصحاب وحبايب؟ عمرنا ما هنكون اصحاب ولا حبايب يا خديوي. ليه؟ عشان هفضل طول عمري محمود الرحاوي رئيس المباحث، وانت هتفضل طول عمرك سيف الخديوي. وانت عارف انت ايه كويس. يلا رجاله. مش قلت لك مركز معاك؟ واحنا كمان لازم نركز معاه. لازم نعرف عنه كل حاجة. بيروح فين وبيجي منين، بيته وأهله. زي ما هو مركز معانا لازم نركز معاه. زي ما يعرف عني لازم أعرف عنه. خد بالك يا مينا، في حد وسطينا شمال. ما بيننا خاين. ما بيننا احنا؟ مجاز من رجالة السبيعي ولا من الراجل اللي انت جبت من عنده البضاعة؟ لا، لو كده كانوا جابوني من على الطريق، ما كانوش جم لحد هنا. في ده عندك حق. بس ورحمة النبي لو عرفته لاخد روحه. تعالى. كده بلش. تعالى. قبل ما تلعب ملاكمة لازم ترفع ايدك بس. امسك. ده بني ادم، ده وشه. عايز تلعب هوك لازم دي تبقى قافله على وشك كده. وده بحرك رجلي مع جسمي كده. بص على رجلي كده. وده في مستوى وشي عشان اقفل وشي كده. جرب. هات الخاتم. من امتى وانت بتحب الملاكمه؟ ما انا ياما اتحايلت عليك عشان تلعبها وما كنتش حابب. عادي يعني، غيرت رايي. انت كنت فين امبارح؟ كنت مع اصحابي. انت بقالك كلمه ما بتجيش المزرعه ولا بتيجي المكتب. انا الكلام ده مش عاجبني. عايزك في المزرعه بالليل النهارده عشان في شغل. حاضر هاجي. هو انت مخبي عليا حاجه؟ حاسك مش مظبوط. اخبي ايه؟ انا لو عايز اعمل حاجه هعملها. انا ما بقتش صغير. بس ليك كبير وانت لسه صغير. وحتى لو كبرت تظهر لكبيرك. مش عاوز اسمع اللكنه دي تاني. بكلمك وانا سمعت وبتقول ان انا لسه صغير. انا مش عارف ليه انت دايما عايز تشوفني صغير. انت ليه مش عايزني ابقى حاجه؟ يا افهم. انا بحبك زي عيالي ويمكن اكتر منهم كمان. حط في دماغك حاجه واحده بس، ان محدش في الدنيا دي يخاف عليك قدي. انا ظهرك وحماك. روق. هستناك بالليل. استنيك النهارده. كمل.